بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة أحترف إكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن خاصية جميلة جدا في الإكسل، وهي خاصية إزاي يبقى في سرعة في التنقل بين الشيتات اللي أنت شغال فيها. لو أنت شغال في عدد شيتات كبيرة في ملف الإكسل، ومحتاج إن أنت يبقى في سهولة بين إن أنت تقدر تتحرك بين الشتات بكل سهولة، في طريقتين. اول حاجة عن طريق النيم بوكس. يعني ايه؟ هنشوف مع بعض الكلام ده. يعني مثلا لو جيت هنا عملت مثلا اخترت مصاريف صيانة فحولني على مصاريف صيانة على طول، اخترت هنا مصاريف ضيافة حولني على مصاريف ضيافة. طب ازاي انا بعمل الكلام ده؟ تعالوا مع بعض نشوف ازاي بيتم. لو جيت هنا انا مثلا على الشيت على 4 يناير دوت، وانا هغيره وهخليه مصاريف شيفت اندرسكور، او هخليه مثلا مصاريف انتقال مثلا. فهاجي هنا كده وهكتب مصاريف وادوس اندرسكور، وهقول لكم ليه انتقالات، وادوس انتر. تمام. انا كده دلوقتي لما اجي افتح النيم بوكس كده هلاقي فيه زي قائمة منسدلة. لما اجي ادوس على مصاريف انتقالات هيروح جايب لي الخانة اللي انا كنت واقف عليها واعمل عليه انتر. لما اجي اسمي او اعمل النيم بوكس هنا، ما ينفعش ان لو انا بكتب الكلمه من جزئين ما ينفعش انا اخد مسافه. فان انت تعمل اندرسكور اللي هي شيفت وعلامه الناقص اللي في الكيبورد، اللي هي في الكيبورد، فيعمل لك اندرسكور. فانت ممكن تروح عامل كده، مثلا عايز تروح مصاريف سيارات تحول تيجي لك على مصاريف السيارات، مصاريف صيانه. ال الشيت هيبقى قدامك كله ان انت تقدر تتحول او تعمل منه. دي طريقة من طريقة النيم بوكس. لو حبيت تلغي الكلام دوت او حبيت تعدل فيه او كده، بتروح على قائمة فورميولا، وفي حاجة اسمها نيم مانجر بتفتحها، بتلاقي الاسامي الحاجة اللي انت عايزها، عايز تعدل فيها. فعايز تعدل فتكتب اديت مثلا، ان انت ممكن تعدل تخليها مثلا مثلا هتخليها مصاريف ادوات مثلا ادوات او مصاريف كتابية، وهتدوس اوكي. خلاص، هتيجي هنا تفتح السهم هتلاقيها مصاريف كتابية. تمام تمام. او عايز تلغيها ممكن تعمل هنا برضو، تخش على مانجر وتروح دايس على مصاريف سيارات ديت مثلا، وهتدوس على ديليت وهتعمل اوكي. ديليت، تعمل اوكي، ديليت، اوكي، اوكي، وتقفل كده. بقت ايه؟ مفيش حاجة موجودة في النيم بوكس. طيب انا دلوقتي لو عندي يعني مثلا عدد الشتات دي كتير جدا، برضو في طريقة تانية برضو للناس، ممكن في ناس ما يعرفهاش، ان انت ممكن تيجي تقف هنا كده. في ناس بتتحرك عن طريق السهم كده. تمام. طيب الموضوع ده لو السهم، لو عدد الشتات كبير، ممكن تقف عند اي سهم من السهمين دول وتدوس كليك يمين، هيطلع لك كل الشتات اللي انت عايزها. كل الشتات اللي انت عايزها. عايز تختار مثلا اجمالي نوفمبر، ادوس اوكي، راح جايب لي اجمالي نوفمبر عادي. عايز اختار ديسمبر اهو. عايز اختار الاجمالي العام اخر حاجة مثلا بختارها. عايز ارجع تاني لاول حاجة، برجع لاول حاجة مثلا مصاريف سيارة. ده كان موضوع حلقتنا النهارده. ارجو ان يكون في افاده وفي معلومه وصلت للناس. و فضلا وليس امرا، ما تنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه، لان ده بيفرق معانا كتير. وما تنسوش دعمكم ليها والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.